السلام عليكم. انت عارفة انك ممكن تتسببي في صلع دائم لبنتك؟ ايوه، زي ما بقولك كده. الصلع هنا بيكون ناتج عن الشد المستمر للشعر وانت بتسرحيه، وكمان لازم تربطيه جامد وتتأكدي انه يتشد كويس. طبعا دي كلها عادات خاطئة. لازم نتعود اننا نسرح الشعر بلطف، ما نشدش الربطة جامد، دايما تكون مرخية قدر الإمكان، ونغير التسريحة كل شوية. خلي بالك إنه الصلع الناتج عن شد الشعر بياخد وقت طويل في العلاج، وفي بعض الحالات المتأخرة ما بيكونلوش علاج إلا الزراعة. علشان كده بنقول الوقاية خير من العلاج. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميلة. السلام عليكم. انت عارفة انك ممكن تتسببي في صلع دائم لبنتك؟ ايوه، زي ما بقولك كده. الصلع هنا بيكون ناتج عن الشد المستمر للشعر وانت بتسرحيه، وكمان لازم تربطيه جامد وتتأكدي انه يتشد كويس. طبعا دي كلها عادات خاطئة. لازم نتعود اننا نسرح الشعر بلطف، ما نشدش الربطة جامد، دايما تكون مرخية قدر الإمكان، ونغير التسريحة كل شوية. خلي بالك إنه الصلع الناتج عن شد الشعر بياخد وقت طويل في العلاج، وفي بعض الحالات المتأخرة ما بيكونلوش علاج إلا الزراعة. علشان كده بنقول الوقاية خير من العلاج. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميل.